الفيديو دوت فيه 3 سيدات على مستوى العالم، كل واحدة فيهم بفكر ودماغ لوحدها، ما شاء الله أثرياء وعايشين عيشة الثراء، وكل فيديوهاتهم بتدل على كده، ولكن كل فيديوهاتهم بيعملوا كل حاجة بإيديهم. يعني عندنا أول سيدة معانا اللي احنا شايفينها في الفيديو تجنن، أنا بموت فيها وفي نظافتها وفي اللي بتعمله. عندي غسالة وبنضفها، بس أنا بكتفي بدورة الخل كل شهر. عمرنا يعني أنا بيتهيألي عمرنا ما عملنا كل ده، ما بنعملش في الغسالة كل دوت بجد، يعني بيهتموا بتفاصيل، حتى عطرت الشبكة اللي هترجعها مكانها تاني ومعجون وعملت الحلة. الصراحة مجهود رهيب، وهم منظمين جدا وبيدوا افكار حلوه جدا. يعني انا بعد الفيديو بتاع تنظيف الغساله وحله الغساله والكلام ده كله، المره الجايه هدور على ده موجود فين علشان ابتدي انظف بنفس الطريقه. بنغسل درج المسحوق عادي وكل حاجه وفرشه ونفس الكلام، ولكن بجد شابوه ليهم، امتياز بجد. يعني انا بحبها جدا وبحب طريقتها بضوافرها دي، بس تجنن بصراحه. يعني بصوا، حتى اوضه الغسيل فيها كل حاجه، حتى المكوى اللي بتغسل فيها. السيدة بقى التانية معانا زي اللي احنا شايفينها دلوقتي تجنن. طب الساعة، طيب الساعة السمارت. بصوا، الاهتمام بتنظيف، انا اسفة اعزكم الله، آه، باسكت القمامة. يعني بجد اهتمام بكل التفاصيل. الجوانتي بيتلبس، بتبتدي تهتم بكل حاجة، بتنضفه وتعقمه كويس جدا، لان هو فعلا وحقيقي اكبر مصدر للجراثيم اللي ممكن تبقى موجودة في البيت، لان كل حاجة بتترمي فيه. وهو بصراحة باسكت يستاهل. التكنولوجيا باسكت سمارت، نظفت المطبخ ونظفت كل حاجة، وفي باسكت بقى صغنن الجميل ده في أوضة حد، ده مش في المطبخ. بجد تفاصيلهم جميلة. ضوافرك، بس ضوافرك، حاسبي على ضوافرك. التالتة بقى معانا ليدي زهدورة، ودي برضو من الناس اللي بعشقها وبموت فيها. بصوا، بتكوي الملاية، تفرش ملاية وتعملها بنفسها، كل تفاصيل في البيت، وكل فيديوهاتها بتقول ان هي بتعمل كل حاجة بنفسها. برضو بتدي افكار حلوة قوي قوي قوي. هي هنا غاوية تفصيل، فصلت الجيبة وظبطتها على حالها ولبستها ودخلت شغلت غسالتها. الفيديوهات دي معناها ان مهما كان الواحد ثري، ولكن بتفضل عنده حب البيت والمنزل وان هو يعمل حاجات بنفسه، شيء اساسي. اكيد هم مش على طول بيعملوا كل حاجة بنفسهم، وممكن يكون ده شو علشان التصوير، بس بجد رقي وجمال. فيديوهاتهم كده بتدي راحة نفسية. بصوا الجمال، بتقف تعمل اكلها على طول لاولادها بنفسها. بصراحة بيعجبني اللي بتعمله. محشي اهو، محشي زينا اهو. تجنن تجنن. وبصراحة يعني حتى في كل حاجة بتجيب لك تفاصيل كل حاجة هي بتعملها علشان تدي كل أفكار. عقبالنا يا رب لما نعيش عيشة الأثرياء دول يا جماعة. لا، احنا لازم نعيش عيشة الأثرياء دي.